المطبخ وده اهم، لان الحاجات دي بقى عمليه اكتر. عندنا المطبخ، عندنا الميلامين والعشا والاوركوبال. ليه بقى الميلامين؟ الميلامين كان زمان بينزل انواع على قدها يعني، لكن النهارده الميلامين بقى ينزل بانواع وموديلات وحاجات جميله جدا. يعني عندنا مثلا الميلامين الماليزي، ده اللي هو المعلم بتاع الميلامين. وبعد كده عندنا التركي، طبعا عندنا اكسفورد، عندنا الشريف، انواع وموديلات وماركات كبيره جدا واسامي كبيره. وعندنا الغرباوي، عندنا اسامي كبيره جدا وتستخدم. اهم حاجه في الميلامين ان هو يبقى ميلامين 100%، يعني تلاقوا مختوم عليه كده من ورا ميلامين 100%. ان هو يكون بيور وضد الكسر، يخش الميكرويف. الميلامين بيخش الميكرويف على فكره وما بيتاثرش. طبعا الميلامين من الحاجات الحلوه جدا والحاجات العمليه دي. ليه بقى؟ لان هو كله اطباق، عباره عن اطباق، فبيبقى عملي في المطبخ، ان احنا ممكن نقدمه في السفره، نحط فيه اكل، ندخله الميكرويف. وزائد ان لو الميلامين نضيف، يعني مثلا عندنا التركي او الماليزي بيخش تحت درجه حراره لحد مثلا 120، يعني هو بيبقى تسخين مش تسويه. ده الميلامين النضيف. ما يجيليش حد بقى يجيب لي ميلامين تعبان من هو ابو 3 جنيه ويقول لك اصل الميلامين وحش، اصلا ده لونه بيتغير. لا، انت جايب نوع وحش. تاني طقم هو طقم العشاء. هو ايه طقم العشاء ده؟ هو بنتعشى فيه؟ لا، طقم العشاء ده هو مسمى احنا كده افتكسناه، لكن هو اسمه طقم بورسلين. لكن مكوناته ايه بقى؟ ان هو بيبقى كله اطباق. طقم العشاء او البورسلين ده بيبقى العدد بتاعه آه، اساسي 24 قطعه، اللي هم 24 طبق. اي اضافه تانية ليه بتبقى اضافات. يعني ممكن تلاقي طقم عشاء 30 قطعه، هم بيبقى مزود معاه 6 مجات عاديين يعني. اما بقى ممكن تلاقي ايه 46 قطعه، هو بيبقى ضايف لك طقمين، اللي هو الفطار والعشاء مع بعض، لكن هو بيقول لك طقم عشاء، لكن هو في الاساسي طقم بورسلين. طقم البورسلين من اللطقم الحلوه جدا. طب ايه بقى ميزه البورسلين؟ البورسلين اهم ميزه فيه ان هو بيحفظ درجه الحراره جدا. يعني احنا ممكن نحط فيه الاكل يفضل محتفظ بدرجه الحراره. لو حطينا فيه شوربه على السفره، تفضل الشوربه سخنه لحد ما تاكلوا وتخلصوا اكل، وهي تفضل سخنه محتفظ بدرجه الحراره. تاني حاجه ان هو صحي، اكتر حاجه صحيه انتوا ممكن تستخدموها. البورسلين ما بيقولش لا لحاجه. يعني هتحطيه على النار هيتحط، تحطيه في الفرن برضه هيتحط، تحطيه في الميكرويف مش هيقول لك لا، تحطيه في غساله اطباق هيقول لك يا مرحب. الراجل ده مرحب بكل حاجه. حلو جدا، اشكاله مودرن، في منه موديلات كتير. انا جايب لكم بعض الاشكال يعني، لكن هو السوق فيه ازيد من 1000 موديل و1000 شكل. عشان كده انا بستخسره انه يتحط في النيش. في مثلا زبونه تخش تقول لك ده جميل قوي، ده انا احطه في النيش. لا طبعا خساره. عايز تحط في النيش هات حاجه ثانيه، لكن ده عملي، فخساره ان هو يتحط في النيش. اما بقى الطقم الثالث هو الاوركوبال. ليه بقى الاوركوبال طقم مطبخ؟ الاوركوبال بقى قال لك انا هحل لك المشكله. انا عندك يا عم بورسلين وعندك ميلامين، المفروض ان دولت قطعهم بتبقى اطباق بس. قال لك انا جاي احل لك النهارده المشكله وانا حلو برضه. طب انت حلو ليه؟ قال لك لان الاوركوبال اصلا، يعني انتوا شايفين اللون الاوركوبال ده او اللون الابيض ده لون العجينه بتاعت الاوركوبال ذات نفسها. تاني حاجه ان الاوركوبال بقى منزل لك اطباق كتير، زائد ان هو منزل لك فناجيل قهوه وفناجيل شاي واطباق جاتوه وسيرفيز فالراجل ولبانه. والاوركوبال من اهم المميزات فيه ان هو بيخش الميكرويف، وبرضه بيخش الفرن تسويه وتسخين. الكوبال حلو جدا وبيستحمل اعلى درجات الحراره، لكن لو وقع بيتكسر. وكمان الاركوبال من عيوبه شويه ان احنا ما ينفعش نستخدمه في حاجه سخنه ونقوم رايحين حاطينه في حاجه بارده، ممكن يتكسر. ده يمكن اكتر من البايركس ذات نفسه.